في كل نسخة من كأس العالم هناك لحظة ولادة لنجم يغير مجرى التاريخ. هل تتذكرون بيليه في عام 1958 أو ميسي في عام 2006 أو الانفجار المرعب لكيليان مبابي في عام 2018؟ نحن الآن نعيش الأيام الأخيرة من حقبة الأساطير، والمسرح العالمي في أمريكا وكندا والمكسيك يستعد لاستقبال الورثة الجدد لعرش كرة القدم. أهلا بكم في حلقة استثنائية من حكايات كأس العالم. اليوم لن نتحدث عن النجوم الذين تعرفونهم بالفعل، بل سنسافر إلى المستقبل لنكتشف الجواهر التي قد تنفجر في صيف 2026. هؤلاء ليسوا مجرد لاعبين موهوبين، بل مواهب استثنائية تمتلك كل المقومات لتصبح وجوه كرة القدم العالمية في السنوات القادمة. ارتدوا نظارات المستقبل، لأننا سنكشف لكم الآن عن الوجوه التي قد تملأ شوارع العالم وصحف الرياضة بعد مونديال 2026. عندما نتحدث عن المستقبل، لا يمكن أن نبدأ من مكان آخر غير أكاديمية لاماسيا الشهيرة. هناك يبرز اسم لامين يامال، الفتى الذي خطف الأنظار في سن مبكرة جدا، وأثبت أنه قادر على منافسة الكبار رغم صغر سنه. بحلول عام 2026 سيكون أكثر نضجا وخبرة، وسيحمل على عاتقه الكثير من آمال الجماهير الإسبانية. يمتلك سرعة كبيرة ومهارات فنية استثنائية، وقدرة على صناعة الفارق في أصعب اللحظات، ولهذا يراه الكثيرون واحدا من أبرز المرشحين ليكون أحد نجوم المونديال القادم. وبجانبه يواصل بيدري وغافي كتابة قصة الجيل الإسباني الجديد، لاعبون يجمعون بين الذكاء والمهارة والانضباط التكتيكي، ويقدمون نسخة حديثة وسريعة من كرة القدم الإسبانية التي أبهرت العالم لسنوات طويلة. هؤلاء الشباب لا يكتفون باللعب، بل يصنعون الإبداع داخل الملعب، وقد يكونون السلاح الأخطر لإسبانيا في كأس العالم القادم. أما في البرازيل فإن قصة المواهب لا تتوقف أبداً. هناك دائماً نجم جديد ينتظر لحظة الانفجار، والاسم الذي يتردد بقوة اليوم هو إندريك، اللاعب الذي جذب أنظار العالم منذ سنواته الأولى، وأقنع كبار الأندية الأوروبية بموهبته الاستثنائية. يمتلك القوة والسرعة والجرأة أمام المرمى، ويعتبره كثيرون أحد أهم المشاريع الكروية في العالم. بحلول عام 2026 قد يتحول إندريك إلى القائد الحقيقي لهجوم البرازيل. الجماهير البرازيلية تحلم بعودة الكأس إلى خزائنها، وترى في هذا الجيل فرصة جديدة لتحقيق ذلك الحلم. وإلى جانبه تظهر أسماء واعدة أخرى مثل فيتوروكي وسافيو، لاعبين يملكون الجرأة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق في أي لحظة. إذا نجح هذا الجيل في الوصول إلى أفضل مستوياته، فقد نشاهد نسخة برازيلية مرعبة تعيد أمجاد السامبا إلى الساحة العالمية. وعندما ننتقل إلى العالم العربي، نجد أن المستقبل يحمل الكثير من الأمل. المغرب الذي أبهر العالم في السنوات الأخيرة يملك مجموعة من المواهب الشابة القادرة على مواصلة كتابة التاريخ. من بين هذه الأسماء يبرز بلال الخنوس، اللاعب الذي يتميز برؤية رائعة للملعب وقدرة كبيرة على صناعة اللعب والتحكم بإيقاع المباراة. كما يواصل إلياس بن صغير تطوره في الملاعب الأوروبية، إلى جانب مجموعة من المواهب العربية التي تتلقى تكوينها في أفضل الأكاديميات حول العالم. هؤلاء اللاعبون يجمعون بين المهارة الفطرية والانضباط التكتيكي الحديث، وهو مزيج قد يجعلهم قادرين على المنافسة أمام أقوى المنتخبات العالمية. ولا يقتصر الأمر على المغرب فقط، فهناك مواهب سعودية ومصرية وتونسية وجزائرية تشق طريقها نحو الاحتراف وتكتسب الخبرة عاماً بعد عام. ومع اقتراب كأس العالم 2026 قد نشاهد عدداً من الأسماء العربية التي ستفرض نفسها على الساحة الدولية وتخطف الأضواء أمام جماهير العالم. أما في أوروبا فتبرز أسماء تمتلك مزيجاً مذهلاً من المهارة والقوة البدنية،
جمال موسيالا يواصل إبهار الجماهير بلمساته الساحرة وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص، وفلوريان فيرتس يقدم مستويات رائعة جعلته واحداً من أكثر اللاعبين الشباب إثارة للاهتمام في أوروبا. وفي إنجلترا يواصل جود بيلينغهام ترسيخ مكانته كواحد من أفضل لاعبي جيله، يمتلك شخصية قيادية وقدرات فنية وبدنية استثنائية، ويرى كثير من المتابعين أنه قد يدخل مونديال 2026 كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وربما كأحد المرشحين لأكبر الجوائز الفردية. ومن القارة الأفريقية تواصل المواهب الظهور بقوة، منتخبات مثل نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار تملك خزانات بشرية هائلة مليئة بالسرعة والقوة والمهارة، لاعبون قادرون على تغيير مجرى المباراة بلقطة واحدة، ويمتلكون من الإمكانيات ما يجعلهم منافسين حقيقيين على أكبر الإنجازات في المستقبل. في النهاية تبقى الأسماء كثيرة، لكن الميدان واحد: كأس العالم 2026 لن يكون مجرد بطولة كروية، بل سيكون صراعاً بين أجيال مختلفة تسعى لكتابة التاريخ. البعض سيحاول إثبات نفسه لأول مرة، والبعض الآخر سيحاول تأكيد مكانته بين كبار اللعبة. ويبقى السؤال الأهم: من سيكون النجم الذي يخطف الأضواء ويصبح حديث العالم كله؟ هل سيكون لامين يامال أم إندريك أم جود بيلينغهام، أم ربما تظهر جوهرة جديدة لم يتوقعها أحد؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من حكايات كأس العالم. نراكم في الحلقة القادمة، ونراكم في مونديال 2026.